عايز اديكوا واحدة ما تسمعونا احسكوا. هي هي ايه اللي حصل عندكوا؟ هي هي الولا زيزو لعب في ودنكوا، خليها مشاها ودنكوا. عاملين ايه؟ انا عارف ان انا غايب بقالي كتير، بقالي فترة حلوة يعني. هو انا اسف وكل حاجة، بس اعملوا بقى شير ولايك وفولو عشان الحاجات اللي بتشجع الواحد ان هو يكمل والحاجات دي. وتعالوا نتكلم في المزاج والروقان والجمدان بتاع الاهلي وفوزه على الزمالك. يلا بينا. يلا الولا زيزو لعب في ايه؟ مش عارف انا مش عايز اقل ادبي في اول الفيديو، بس بجد والله انا كنت متغاظ من ردود الفعل على السوشيال ميديا. وبقى جو الزمالك ان هو عشان كسب بيراميدز وكده. يا جدعان، بجد والله انتوا على قد الايد. انتوا فعلا على قد الايد. لا انتوا بجد على قد الايد. طب وربنا انتوا على قد الايد. ماشي. الاهلي عامل اداء، هو ده اللي يخليني اقول ان انا اخيرا هشوف مدير فني في الاهلي. تمام، تحس ان هو جاي ايه، هو شكلا هيئة كده جاي من الدوري البوندسليجا على الاهلي. بس الماتشات اللي هي الاخيره اللي هو قبل كاس السوبر وكده، فانا كنت شايف ان مفيش اي فرق ما بين ريبيرو وعماد النحاس ويسو روبو وحاجه يعني اخر يعني. ما علينا، المهم ان انا الحمد لله البطوله اللي تفتح نفس الواحد على ان هو يشتغل، على ان هو يفكر. انا شايف ان الراجل عنده فكر كويس، في خصوصا في الافكار اللي نزل بيها اخر الشوط التاني عشان يقفل الملعب وحاجات يعني. آه، حابب ان انا اتكلم فيها في الاخر. خلينا دلوقتي ايه، نحتفل بالاهلي. تمام، ونقول ان الاهلي عمل اداء. وعايز اقول بس لناصر ماهر، بلاش والنبي تفخمها وانت مش قد كلامك. تمام، ما تقعدش طالع امبارح وانت عندك ماتش النهارده وانا ازاي مش في المنتخب، واصل انا افشخ لعيب وانا اجمد لعيب والجو ده. بص، اديك اتحط عليك. والنبي بلاش نفخة الصدر. وبجد والله يا امام وحشتنا، يا امام وحشتنا، يا امام وحشتنا، يا امام. ماشي. نتكلم بقى في الماتش ونقول على ان بجد التوليفه بتاعت نص الملعب هي اللي غيرت الاداء تماما. هي اللي خلت ان ديانج ومروان جنب بعض. انا حابب الثنائيه دي. عاجبني فكره. هو المشكله بس ان انا ما كنتش مقتنع بيها ان ديانج يبقى نمره 8. بس طالما ان مروان عطيه هو اللي بيكمل وزي ما شفنا هو اللي جايب الجون، فلا مروان عطيه على الاقل عنده ثقه في ان هو بيباصي لقدام. دلوقتي عشان انا يعني الحمد لله نافخ في صورته دلوقتي ويباصي لقدام وكده. وطلع لقدام ويرفع عينه للملعب. عاجبني قوي 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 مروان عطية. ديانج دبابة 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 دبابة. تمام. محتاج اتكلم عن جراديشار ما يستحقش يلعب في النادي الاهلي. ملخص الكلام. تريزيجيه، انا عامل عنه فيديو وقلت الاهلي لو اضلته في تريزيجيه ومش عارف ايه. اللي عايز يشوف الفيديو هيلاقيه على القناة. بس ما انصحكش يعني دلوقتي يعني، عشان انا طبلت له كتير. وبصراحة تريزيجيه من اول ما جه الاهلي وانا مش شايف ان ده منظر لعيب مدفوع فيه الرقم اللي هو اللي احنا جايبينه فيه يعني. آه، عادي يعني. تريزيجيه هو طاهر محمد طاهر. الفرق في الشكل يعني. دريجن هتشوط على الجون. ما بص، تريزيجيه غريب. اللي عاجبني وعاجبني مكان بن شرقي. انا من اول ما قلنا ان في تريزيجيه وبن شرقي، انا نفسي ان بن شرقي يلعب مهاجم ونلعب فولس ناين، او ان هو يلعب شادو سترايكر بالنظام اللي هو بيلعب بيه ده مكيفاني. لان يا جدعان لو تفتكروا، بن شرقي كان بيلعب في الوداد ساعة لما جاب فينا الجون في نهائي افريقيا. كان بيلعب مهاجم. بن شرقي بادئ مهاجم. بن شرقي لما لعب في الزمالك كان بيخش احيانا مهاجم، مش على طول على الوينج. فانا مقتنع ببن شرقي في الحتة دي لحد ما نجيب مهاجم. تمام. نيجي بقى لحبة الكريزة، لحتة البسبوسة. ال بحبك يا زيزو. والله بحبك يا زيزو. يعني انا عودتي النهارده او ان انا جاي اعمل فيديو
بسبب ان انا بجد بحب زيزو. انا فعلا يا ابني اقسم بالله يعني ايه، انا قعدت في الفيديو بتاع زيزو عشان اعمله، قعدت تقريبا 4 ايام. 4 ايام دول قليل عليك ازاي؟ انا المفروض اقعد في الفيديو بتاعك على الاقل 6 سنين من كتر جودة الجمال بتاعك يا ابني. يا اخي والله العظيم 3 انا بحبك. انا يعني زيزو انا مش عارف اقول لك ايه يعني. عارف انت لما، عارف انا احساس ان علي معلول مشي مضايقني، بس ممكن يعوضه سنة زيزو. يعني مش زيزو يعوض علي معلول، لا ايه معزة علي معلول اللي كانت في قلبي يعني ايه، كانت جامدة قوي. فزيزو لما جه يعني بص يعني خد حتة منها كده، فاهم؟ علي 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 يا علي ده والله وحشني قوي يا جدعان. مش كان لو موجود يا لهوي؟ قول لي كده الفرق ما بين كوكا وعلي والله العظيم علي معلول لو عنده 86 سنة عادي هيأدي عن كوكا يا جدعان شكله كده في الملعب بيقول لك ان انت عندك باك شمال. نرجع بقى للماتش و... وهو الزمالك ما عملش اداء وحش قد ما الزمالك اصلا ما قدمش اداء يطلع بيه النهائي. انا حسيت ان الزمالك عادي في ماتش بيراميدز، الزمالك عادي النهارده، الزمالك عادي في الدوري. الزمالك ما لعبش غير ماتش طلائع الجيش اللي كسبه، بس ده الماتش اللي لعبه. انما بقى الزمالك بقاله كتير قوي ما جاش يعني، من ساعه ما وقعوا يعني من على الدوري وهم ما مش شايفين. وعلى فكره هيرجعوا مش شايفين خلاص يعني. انت فكره ان هم خسروا من الاهلي دي خلاص هتدمرهم يعني. الفكره بس ان سيراميكا النهارده كسب بيراميدز، وسيراميكا هو اللي يعني انا مش مستوعب ان الاهلي بقى بينافس سيراميكا وبيراميدز حاجه الموضوع غريب والموضوع مريب. بس على العموم انا متنبئ ان الاهلي هياخد الدوري عادي. احساسي زي ما احنا خدنا دلوقتي كاس السوبر في بطولة مجمعة اللي هو يعني، يلا احنا الكبار، يلا احنا اللي جايين يلا. سيراميكا، اصل سيراميكا مش هتاخد الدوري اكيد، اكيد. ويا رب ما ارجع للفيديو ده وانا بقول سيراميكا مش هتاخد الدوري اكيد، بس بجد علي ماهر فاجر يعني. وقبل ما نروح لتقييم اللعيبه، بجد بجد انا عايز اقول كلمتين. انا مستني اشوف تريزيجيه، بن شرقي، امام عاشور، بس. وتسلم يا غريمي على جمال جودة المنتج. تعالوا بقى نقيم اللعيبة. وفي حراسة المرمى الشناوي اللي انا يعني بيقول لك احسن حارس في البطولة. الشناوي يعني والله هو المشكلة ان الشناوي كويس يعني، الشناوي في ماتش سيراميكا كان كويس. بس بجد هو الجون اللي سيف الدين الجزيري جابه بايده ده. الشناوي منتظر ايه يعني؟ انت حتى لو انت طالع بايد واحده، طب ما انت طالع بايد واحده، ما الكوره هتخبط في ايدك وترد في اللي اي لعيبه هيجيبها جون، لان انت مش طالع بايديك الاتنين يعني. انت المفروض طالع على كوره عاليه فبتطلع بايديك كده. انا ما وقفتش جون قبل كده، بس تكنيك يعني. انت طالع على كوره مرفوعه فانت تطلع تمسكها كده، انما كده دي ما انت مش هتعرف تجي تلقفها بايد واحده. ما الموضوع ما يعني فيزيائيا ما ينفعش. ما الكوره هتقع هترد لاي لعيب هيجيبها في الجون ده كمان. ما يعني الكوره انت ما مسكتهاش، لا ده عدت من ايديك يعني. ما اعرفش ليه يعني يا جدعان. انا ايدي قصيره ما اعرفش الشناوي ايده قصرت ليه يعني. ما علينا الشناوي على الجون اللي دخل فيه ده مع انه ما اتحسبش، بس هو ما ظهرش. طيب 4 من 10 تمام. قدامه 2 قلوب دفاع، ياسين مرعي، وانا احس ان هناك رائحة من محمد عبد المنعم جاية في الطريق. ياسين مرعي 6 من 10. ياسر ابراهيم الجون اللي دخل فينا ملوش اي علاقة، انا مش عارف والله، مش حاسس الجون غلطة مين اصلا. ما علينا. ياسر ابراهيم 6 من 10. محمد هاني 6 من 10. احمد كوكا 6 من 10. مين تاني؟ ديانج، لا ديانج اعلى شويه، ديانج 8 من 10. مروان عطية يعني ايه كان 9 من 10، بس الجون ايه حبة الكريس. يلا 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 مروان اكيد 10 من 10. قدامه بن شرقي. بن شرقي يا نهار ابيض على جمال الاستلامة. يا اخي الواحد بيتمتع كده وهو يعني، هي دي الفرقه اللي انا دافع فيها مليارات، فهي دي فرقه المليارات، هي دي الفرقه اللي انا كنت منتظر اشوفها من اول الدوري. ما اعرفش كان الناس دي فين، ولا كانوا بيفكروا في ايه، ولا كانوا بيلعبوا ازاي، بس ما علينا يعني. الحمد لله ان احنا واصلين للمرحله دي ونبني عليها.
نبني عليها. بن شرقي 9.5 من 10. زيزو هو اللي 10 من 10. تريزيجيه نرجع لل6 من 10 تاني، اللي هو اللعيب العادي يعني. جراديشار لا تعليق. لا لا بجد لا تعليق. طاهر محمد طاهر جدد له، جدد له. هو الاسيست اللي عامله ده اسيست التجديد، جدد له. بس مش ملوش تقييم، تقييمه جدد له. ماشي. مين نزل تاني من على الدكه؟ نفتكر كده مع بعضينا، نفتكر مع بعضينا. محمد بن رمضان، ما اعرفش محمد بن رمضان ايه نظامه، بس يعني هو مشكله محمد هو تقيل قوي. يعني انا ما كنتش مستني ان محمد بن رمضان يبقى تقيل قوي للدرجه دي كده. احمد بيكهام لا تقييم. مين تاني نزل نفتكره؟ اعتقد مين تاني مش فاكر والله. حد تاني نزل يعني، ولا حد كان مؤثر من اللي نزلوا من على الدكة عشان نفتكره. فما علينا. بس المهم ايه، ان احنا محتاجين بجد تدعيمات في خط الهجوم، اللي هو المهاجم الصريح. احنا محتاجين حد يعني جراديشار واخد مكان اجنبي على الفاضي. تمام، بيعه، خد $1,000,000 تزود عليهم. اشتري مهاجم عدل، اشتري مهاجم عدل، اشتري مهاجم عدل. ما ترقعش بمحمد شريف، ما ترقعش وقول ان بن شرقي جامد وبيلعب فول ناين ومش عارف ايه وهيخش ببن شرقي. لا ما ترقعش، احنا لما بنرقع بنزع. تمام. محتاجين اشوف بقى الملعب وهو متكون من، في نص الملعب. لو انا هختار، انا بجد انا اصلا معلش انا مش هلعب على طول. انا ممكن العب بديانج ومروان عطية لو الماتش يستاهل، لو انا رايح على ماتش صعب. انما لو انا بلعب في الدوري اتمنى اشوف مروان عطية في نص الملعب ثابت، يبقى هو رقم 6 بتاعي. جنبه بن رمضان، وقدامه امام عاشور. على اليمين زيزو. على الشمال اشرف بن شرقي، لحد ما نشوف تريزيجيه هيبقى ايه دنيته. بس اشرف بن شرقي فايق قوي 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 عن تريزيجيه. ويعني اللي فايق اديله، اللي فايق اديله. ونجيب مهاجم. لو مفيش مهاجم يبقى ندخل بن شرقي هو المهاجم وتريزيجيه يلعب على الشمال. محتاجين باك شمال، او محتاجين محمد احنا محتاجين باك شمال فعلا. يعني ولا محمد شكري لفت النظر، واحمد كوكا انت مش هتفضل ترقع، مش هتفضل ترقع. محتاجين اشرف داري يمشي، ونجيب مدافع عادل، نجيب بالعيد. اتمنى بالعيد يجي. تمام. و كفايه عليا قوي مش كفايه عليا انا، كفايه عليكم انا لحد دلوقتي، عشان طولت، حاسس ان انا طولت سيكا. بس بجد والله انا مبسوط، مبسوط لدرجة ان انا الماتش ده اداني طاقة ان انا عايز ارجع تاني اعمل فيديوهات. شجعوني. عايز بجد اعمل فيديو عن مودريتش، وهو ده الفيديو اللي في دماغي ان انا عايز اعمله. لو عندكم افكار تانية قولولي في الكومنتات. واتمنى اكون ضيف خفيف على قلبكم. سلام.